بسم الله. تمام. دي معانا لوحة إنارة خارجية. تمام. وده التايمر، ده تايمر 24. بس هو ملغي هنا يعتبر. هو التايمر نفسه شغال بس هما لاغيين التايمر هنا. تمام. تمام. عندك الجهاز ده متقسم لحاجتين أو دايرتين. أولا الدايرة اللي جوه دي البيضة، دي الساعة العادية، الساعة اللي هي زي الساعة اللي بنلبسها في ايدينا عادي، اللي هي الساعة العادية، الساعة شغالة عادي، اللي هي مثلا لو الساعة 10 دلوقتي تظبطها على الساعة 10، لو الساعة 11 تعايرها على الساعة 11. تمام. بالمؤشر بتاعها. تمام. هتعايرها ازاي او هتظبطها ازاي هقول لك دلوقتي. للعلم التايمر ده او الساعه دي بتكون مظبوطه على اللي متصنعه على الساعه 24 مش الساعه 12. تمام. اللي هي بتوصل 12 وتقلب، لا، بتوصل 12 وتكمل عد اللي هو 13 14 15. طب بتظبط التايمر ازاي؟ عن طريق انك تلف العقرب اللي جوه او البقره الزرقاء اللي بره. تمام. ما ينفعش تلف العقرب عكس، مش هيلف معاك، تلف يمين على طول. تمام. تظبط فيها لحد ما تظبط معاك. بفرض ان الساعه 12 دلوقتي، كده الساعة كده تمام، الساعة اتظبطت. تمام. للعلم الساعة منفصلة عن التايمر، يعني الساعة البيضاء اللي جوه منفصلة عن البقرة الخضراء اللي بره. البقرة الخضراء خاصة بالتايمر، هي والزرقاء. تمام. يبقى البقرة الزرقاء والخضراء دول بتوع التايمر، انما الساعة البيضاء اللي جوه دي الساعة العادية. تمام. بالنسبة للساعة وانت بتظبطها كأنك بتظبط ساعة عقرب عادية خالص. العقرب الصغير ده بتاع الساعات، والعقرب الطويل ده بتاع الدقايق عادي جدا. تمام. تعالى لأهم حاجة وهي ازاي تظبط التايمر. انت عندك هنا بقرتين مهمين، بقرة خضراء ودي ملهاش أي لازمة غير إنها تبين لك القراية الصح. تمام. والبقرة الزرقاء اللي هي بتظبط منها التايمر. عندك كذا ريشة في البقرة الزرقاء دي، كل ريشة بربع ساعة. تمام. يعني كل ريشة تنزلها كده بربع ساعة. هتبدأ بقى من عند رقم 6 في البقرة الخضراء. بفرض إن احنا نظبطه مثلا من الساعة 6 للساعة 8. تمام صباحا. ننزل من عند 6 لحد 8. تمام. كل ريشة بربع ساعة من عند 6 للساعة 8. تمام. انا كده ظبطت تشغيل الاضاءة في اليوم ساعتين بس، من الساعة 6 للساعة 8. عايز انت تظبط لحد من 6 الصبح ل 6 بالليل، تظبط الرقم لحد رقم 18. تمام. تقعد تنزل الريش لحد رقم 18. عايز تظبط لحد الساعة 10 بالليل، من 6 الصبح ل 10 بالليل، تظبط لحد الساعة 22 اللي هو رقم 22 في البقرة الخضراء، وهكذا يعني. تمام. عندك حاجة مهمة كمان وهي السويتش ده. عندك السويتش ده مكتوب زيرو، وفي النص مرسوم علامة ساعة، وفي الأخير عندك رقم واحد. الزيرو ده اللي هو إيه؟ اللي التايمر مش شغال. لو عملته عند الواحد كده، ده كده التايمر شغال على طول، اللي هو سواء ظبطه أو مش ظبطه كده الإضاءة شغالة على طول. عند الزيرو الإضاءة فاصلة حتى لو التايمر عدى الساعة 6 كمان. لكن لو عند التايمر كده شغال أوتو بالتايمر بالساعة بمعنى أدق. تمام. نيجي بقى للتوصيلات، وده أهم الشغل كله.